يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ميني بيتزا. هتبقى حلوة قوي لللانش بوكس معانا بدل الجبن واللانش واللي بنعملها كل يوم، زهقنا جدا منها. فحبينا نغير النهارده ونحط لهم بقى ايه؟ ميني بيتزا. مقاديرها سهلة قوي وبسيطة ومش هتاخد منك اي وقت. انزلي يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وحطي لايك جميل، وتعالي اقولك المقادير بتاعة البيتزا بتاعتنا. انا عندي هنا كيلو من الدقيق. حطيت معلقة سكر كبيرة وربع معلقة ملح، وهحط حبة بيكنج باودر صغيرين، وربع مع ربع كوباية من الزيت. الزيت ما يكونش ليه ريحة ولا طعم، يعني يكون من الزيت نضيف، من زيت التموين. تمام كده. بس كده هبتدي بقى افرك بس الدقيق بحبة الزيت اللي انا حطيتهم. انا ما بحبش ازود فيها زيت، لان انا مش عايزاها مبسوسة، انا عايزاها تكون عجينة طير يعني طرية ولينة يعني. يعني اشبه بالفينو كده يعني. المهم هبتدي بقى احط انا خميرة يعني جايبة خميرة كبيرة، مش خميرة بودر، وببتدي احط عليها مية دافية. تقريبا الكيلو اخد مني عجن كوبايتين ونص مية لتلاتة على حسب الدقيق بتاعك. طبعا انا مش هعمل الكمية كلها ميني بيتزا، انا هعمل بيتزا كبيرة وهاخد حبة من العجين هعملهم ميني بيتزا، علشان تكون نفس العجينة بتاعة البيتزا هي اللي هنعمل بيها كده، وهي اللي هنعمل بيها الميني بيتزا برضو. تمام. انا هبتدي بقى اعجن شويه بشويه. المهم ان الميه بتاعتي ما تكونش سخنه قوي يعني او مغليه قوي، تكون فتره علشان ما تموتش الخميره بتاعتي. فضلت اعجن لغايه لما وصلت للقوام ده. تمام كده. هبتدي اغطيها بحاجه بقى واسيبها لغايه لما تخمر. بصوا بقى لما خمرت، بصوا الخمر بتاعها عامل ازاي. نديها البوكس المحترم ونبتدي بقى ايه نقرص. عندي طريقتين للتقريص، يا اما هاخد بقى حتت صغننه كده وهبتدي اعمل بيها دواير صغيره زي ما انتوا شايفين كده وافرد، يا اما بقى هفرد العجينه بتاعتي كلها وابتدي ايه اقطع بقطعات كده مدوره، ودي بتبقى اسهل واسرع بالنسبه لي. لو انا هعمل ايه كميه، هفرد بقى العجينه بتاعتي كلها وبعد كده هبتدي اقرص. طب ليه ما بحبش الطريقه التانية؟ يعني ممكن تبقى ايدك مش على قد حجم كله زي بعضه، دي اول حاجة. ممكن كمان تكون الارتفاع بتاعها بتبقى تخينة شوية عن دي، يعني دي لما بفرد العجينة اكتر بتبقى ارفع واخف ما تبقى عجينة مليانة. انا بحب اوريكي الحاجات اللي عندي اللي ممكن تقطعي بيها. انا بعمل بقطعة البيض دي بتريحني وحجمها مناسب، تقدري تعملي بكوباية بغطا برطمان عندك، اي شكل مدور زي ما انت ما عايزه. انا بستسهل دي جدا لان هي حادة وبتدي حجم مناسب يعني للبيتزاية، لان الحتت الصغيرين دول يعني ما بياخدوش حاجة بصراحة. فيعني هيعملوا معايا كمية كبيرة، ولكن مش هيبقى فيهم حشو كتير. تمام. هبتدي اجيب بقى صينية ادهنها حبة زيت صغيرة كده، وابتدي اخد بقى كل الدوريات اللي انا عملناها دي ونرصصها. انا حاجة لما حسيت ان الزيت كتيرة وممكن تحروق من تحت مني، جبت منديل كده وشلت منها حبة زيت. تمام. انا وريتك السمك بتاعها، انا عايزاها يا دوبك بقى حاجة بسيطة، مش عايزاها تبقى تخينة قوي لان طبعا لسه هسيبها ايه تخمر. ده لحمة مفرومة معصجة عادي ومحطوط عليها طماطم. زي ما انت ما بتحبي تعصجي اللحمة بكل سهولة بتكتك انت بقى، يعني تعصيج اللحمة سهل وعملناه اكتر من مرة على القناة، لحشو المكرونة، لحشو جلاش، ايا كان انت بتعملي بيها ايه. يعني دي طريقتك انت بقى زي ما انت محبة. بس انا بزود فيها الصلصة شوية واخليها تبقى مش سايله قوي علشان خاطر يعني ما تبقاش في ميه كتير في العجينه. حطيت عليها حبه فلفل عشان يعني نزود القيمه الغذائيه، لان انا بحط في العصاج ما بحطش فيه فلفل، بحط بصل واللحمه والطماطم وخلاص، وحبه جبنه رومي مبشوره وحبه موتزاريلا. بس دي من اطعم الحاجات اللي الاولاد بيحبوها ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. يعني بتبقى تغيير عن اللانش والجبنة اللي بنعملها كل مرة. تقدري تعمليها بالأسبوع وتخزنيها في علبة تلاجة عندك وتحطيها في التلاجة، وبتقعد بالأسبوع كامل يا طما مستوية كويس ومتغطية، مش هتنشف منك أبدا. وتحط لهم مثلا حتى لو انت هتحط لهم سندوتشات تحط لهم واحدتين تلاتة يعني كتغيير. تمام كده. هيحبوها جدا جدا وهتعجبهم. انا سبت بقى الصينية بتاعتي تخمر شوية بسيطة تاني، وشغلت الفرن يسخن على درجة حرارة 180
ل200 على حسب فرنك انت. هتبداي تحطي الصينيه، مش هتاخد معاكي يعني مش هتاخد ال10 دقايق، لان طبعا البيتزا صغيره جدا يعني، فالسوا بتاعتها سهل. اما دي بقى حبينا نعملها ايه على الناشف، كان عندي حبه تركي مدخن، فقطعته حتت صغيره حطيته، وحطيت قوطه وفلفل متقطع كده يعني نيين مش متسويين. دي من اسهل بقى البيتزات اللي ما بتاخدش وقت، ولا تعصجي لحمه ولا اي حاجه يعني، عشان حبه اللحمه اللي كانوا عندي دول موجودين في التلاجة، فقلت اعمل لكم بحاجه تانية تكون اسهل ما يكون يعني. قطعت شويه الترك دول مربعات كده صغننه، وحبه فلفل وحبه قوطه نيين، ضغطت عليهم بس علشان يثبتوا، علشان لما اجي احط لهم من فوق الجبنه الرومي او الجبنه الموتزاريلا تلزق فيهم وما توقعش الحشو بقى من عليها، لان هم طبعا نيين، فهيبقى سهل عليها قوي لو قلبنا البيتزاية او اتحطت في اللانش بوكس كل الحاجات اللي عليها تقع. فانا اقوم ضغطت ضغطه كده، وهبتدي بقى احط الجبنه على الوش كله، بحيث ان هي تمسك لي المكونات كويس جدا وما تقعش من على البيتزاية. خلاص كده هبتدي احط كميه وفيره من الجبنه دي والجبنه دي، لان الجبنه هي اللي هتمسك لي كل المكونات دي، بس بوزعها بطريقه كويسه بحيث ان هي تغطي كل الحشو. تمام كده. اثناء ذلك انا كنت دخلت بقى البيتزاية الاولانيه او البيتزا اللي هي باللحمه المفرومه في الفرن، ودي بقى هبتدي اخلصها كلها، وبعد كده ادخلها بعديها على طول. تمام. هي مش هتاخد في الفرن برضو، هي كمان 10 دقايق هتطلع دي برضو. دي اللي احنا لسه مطلعينها هي اللي باللانشو او بالتركي يعني، والناحيه التانية باينه جدا اللي هي باللحمه المفرومه، الالوان بتاعتها باينه عشان دي الطماطم صحيحه كده وزي هي زي ما هي يعني. طعمها حلو جدا، طرية وهشة قوي، كل واحدة فيهم ليها طعم ويعني ومذاق مختلف، اللي بيحب ده بياخد منه واللي بيحب ده بياخد منه. عايزه اقول لكم ان الاتنين طلعوا اجمل من بعض. بصي ما تحاوليش بقى يعني تقرصي عليها في السوا قوي، خلي لونها من تحت يكون بيد كده شويه، يعني احمر خفيف خالص. بصي الصغنطتين دول عسل خالص 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 وناعمين قوي. يلا بقى، لو ما اشتركتيش لسه في القناه وفعلتي زر الجرس، انزلي بسرعه اعملي لايك للفيديو الجميل دوت، وحطي بصمه حلوه منك، وسيبي تعليق مشجع، واشتركي في القناه. دي العلبه اللي انا بحط فيها بقى البيتزا بتاعتي عشان احتفظ بيها في التلاجة، بتقعد يعني اسبوع ويمكن اكتر، ولو حابه تحطيها في الفريزر مش هتطلع مهريه ولا هتطلع فيها ميه ولا اي حاجه. جربيها وعلى ضمانتي هتبقى سهله معاكي جدا، واسهل من السندوتشات الصبحيه يعني. تفتحي تحطي لهم دول وتقفلي على كده. يلا اشوفك في فيديو جديد، باي باي.